الذين ما زالوا لإعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. تلفونات سيدا تلفونات تشكل كذا بيرا تشيزين كي جت كأوجا تشكي بلاقينه. تمام جاي خبر ده إن شاء الله بتشيوه أو تشكي وصا ليتكد وصا زمين. الله تعالى في القرآن ده سورة الزاريات ده آية 24 وحتى سهيدا وها أمر فرمان كي بحثا ملائكة وقتی گوهاتنا جبو هلاك قوم عاد وگو پیشی هاتنا با حضرت إبراهيم قوم لوط بله ومزگینی دای حضرت إبراهيم بولدکی پیشتی گو عمری ناکی بیا 105 سال بس آوید که دبی هل اتاکا خودت بمهاتی اشترا يعني مزناتي اوي تفخيم اوي شياربون اوي گو اب وحي خدای تعالی پیغمبر تزانين حديث ضيف إبراهيم حديثا سيدا هل بمعنى قد يعني قد محقق بلي حديث ضيف إبراهيم حديث أولايا ميبان حضرت إبراهيم المكرمين أو يقول با خدي قنجبون يا يقول با حضرت إبراهيم بقيمات بون إذ دخلوا عليه زمان قهاتنا با حضرت إبراهيم عليه السلام شونا مالاوينا فقالوا سلاما وان ميفانا قو سلام لسرتبه قال سلام حضرت إبراهيم قو سلام جوارجي به قوم منكرون ون قومك نناسكرين أزوناس ناكم ون غريب فراغ إلى أهله حضرت إبراهيم بشي قو هاتنا مالاوي مسافر أولارك شوب بال كفلته خو بيرك خبا فجاء بعجل سمين رابو قولك ميفانا رابو چو مالي مالي والميفانا را يمك حاضر بله چونکو وقتی تلبا میوانا به از هرم خوارنه جوارا حاضر بکم میوان جانا قبول ناکن دبینا نگرک میش ناکی جبو گولو چه نبی حضرت إبراهيم خوجوان بشار رابو چو مثلا با کفلت خوا وفجاء بعجل سمين قولك كي قلو دبي حيوان حضرت إبراهيم دوار بون جيلك بون قولك كي قلو بجان جوارا وآني فقربه إليهم رابو نيسكر بالوافا بالميفانا با قال ألا تأكلون حضرت إبراهيم جوارا قل ما وناخن معلومة دبري بدنابا إنسان باشتا عادتك حالو هبو وقتی میوانه خلقی بهتا گل مالا و نان بخوارا مانا گو هو ضرر دانوی مالی وقتی گو نانه و نخوارا مانا گوی بج ضرری بدنوانا که دبی حضرت إبراهيم جوارا گو چما وناخن فأوجس منهم خيفة رابو حضرت إبراهيم وكو بدزي ترس جوانا كي تجيرا چيبو بشارت قلب خدا قالوا ملائكة بشي قول لي ميزاندن قباي وكو ترسي جيرا چيد بي قالوا لا تخف قو نترسها وبشروه بغلام عليم ومزقيني داير بكركا كي قوي ببي پیغمبر وزانا بلبي فأقبلت امرأته في سرة برابو بيركا سارا بيركا حضرت إبراهيم بري خدا عليه وادا في سرة ورو قيرينيك كر وفسكت وجهها بدست الخوف بالدلية وفلسفت على فخس وقالت يعني لو تشتكي عجيب مظن ويتشاوى بشتي فيها شيها وزاروك هجمرا شيء نبونا ويخدي تعالى ولد بدي من وقالت عجوز عقيم وأسبيلك اختيارا يا شريمة وعقيم داروك برج مرشي نبونا ويتشاوى تشبي قالوا بامي بانا جرى قد كذلك قبري ولويا تبيلك اختياري وزاروك برشتر شيء نبونا أما قال ربك ربي تقوت يا إنه
خدای تعالی هو الحکیم ایگو هر چشتی دجیبه دا چید که به حکمت چید که العلیم ایگو به هر چید زانه خدا گوتیا اف خدا ایگو حکیم و علیمه وی امر و فرمان کریا ام گوتنا وی امشترد بیجن وی گوتی وی چید بی ایدا امام زمخشری خدای تعالی جی راضی به ده تفسیر آوان آیت هذا تفسیر کشاف ده وهاد بيجي هل أتاك بأف تفخيم للحديث أف مزناطية بولاية هاي وتنبيه وشياربونك على أنه ليس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفزانبونها نجزانبونا پیغمبر عليه الصلاة والسلام علمي بناكيا وإنما عرفه بالوحي أنجا خدي تعالى داية زانين بپیغمبر عليه الصلاة والسلام بوحي يعني وحي جرب قوتيا والضيف ضيف كلمات ضيفيجي للواحد والجماعة جيكي رجيتي قوتن والجماعة رجيتي قوتن أو كالزوري والصومي وكو الزوج يعني زوج زيارة شي يعني يكي رجيتي قوتن وشقلك رجيتي قوتن والصومي جروجك رجيتي قوتن جقلك روجاجي تقوتن صوم لأنه أو كلمات ضيفي في الأصل مصدر ضافه ده أصل خد مصدر ضافيا ضاف يضاف ضيف وكانوا المسافر هذه 12 ملكا 12 ملائكة وقيل 9 قيل كيجوتين أولا نحبنا عاشرهم جبريل دهيوان جبرائيل عليه السلام بون نه ملائكة بون سريوان جي مظنوا جبرائيل عليه السلام بون وقيل كيجوتين 3 ذات ملائكة هلاك ملائكة هلاك جبرائيل عليه السلام أو أبيت الخير هلاك وقيل كيجوتين 3 قلتنا ولا سيحبونا أب ملائكة جبريل وميكائيل وملك معهما وملائكة كيديجي بهردو كاربو وجعلهم ضيفا وخذ تعالى وقالان مسافر لأنهم كانوا في صورة الضيف الشكل ميبان تيدبون يعني وكو الشكل ميبان ميبان حالوك ملائكة ميبان ضيش على قدر ملائكة ميبان هذا هاتنا جوارا هاتي قلتن ميبان حيث أضافهم إبراهيم حيث أضافهم إبراهيم حسد مثلا نسبة ميبان داريه حضرت إبراهيم جداي برواناكي قلت شوية مثلا حاضرية خوارني جوارا كليا قلت يبان ميبان من مسافرين منه يجي أو لأنهم كانوا في حسبانه كذلك وهبون الملائكتها حساب حضرت إبراهيم دقوا ميبان قل وإكرامهم وحضرت تسمية الميباني بقول تخمين حضرت إبراهيم وإكرامهم وقدر دانا ويناكي وقدر دايواناكي لأن إبراهيم خدمهم بنفسه حضرت إبراهيم عليه السلام بشخصي فخزمة جوارك وإكرامهم سيدنا وأقدمهم امرأته وكفلته بابي من إبراهيم عليه السلام ويجي خزمة جوارك ملعب كريم نكبه جاني عجلة نكه هيدي كاسة إذا تشكيل بجان نظام دنگی شده نه إكرام ملائكة ميغانا كلية أذك أن إبراهيم خدمهم بنفسه أو كخبر يعني مصدق يعني أو قدر يقول داية أو ميغان داري يقول شبو قول إبراهيم عليه السلام بالشخصي خوا خدمة وان كلية أوه مكرمين يعني إكرامه ويأوه جوان راه إكرامي أشخص يعني إكرام نكتر وأخدمهم امرأته وكفلته باب من إبراهيم عليه السلام ومثلا ديما ساراب ويجي خدمة جوارا كليا وعجل لهم الخير وأخدمهم حضرت إبراهيم عليه السلام كليا خدمة جو ملائكة ترى امرأته وكليا كافو وجرى بينان دا يشيكر يعني قلت يجوا كفلته فرا خوان جوارا شيكا تبي بلي وعجل لهم الغرا وعجلك ليها باب من إبراهيم جوارا ميبانداري يعني خوارن يعني خوارنا مسافرة ياجي أو أنهم في أنفسهم مكرمون ياغو من ملائكة هذا نفسها خدا لبا خب قيمة بنا قال كرمت من طرف الله وش ملائكتنا يعني بيانا مكرمين تعالى قبات نفسها خدا مكرما
بل عباد مكرمون بلكي أو مخلوقنا وبقيمة وقدر. أن الحق ملائكة خالق العالم وتنيا وانا إنك عبادي خدايك رموية جم خدا كامونا تكرني تنجين باش. إذ دخلوا أو نصب بالمكرمين أو إذ منصوب بمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم لهم وقت يقول مثلا أن بيجن حضرت إبراهيم قدر دايوان إكراما واقرتيا هنجد بأذ منصوب مكرمين ياجي وإلا فبما في ضيفي من معنى الفعل ياجي أذ منصوبة أتشتب أو فعلا بود معنى الضيفي ده هيا يعني فعلا ويدا وأضافة بوية منصوبة ياجي أو بإضمار أذكر ياجي أذ بأذكره مقدر منصوبة. سلاما أو مصدر ساد مسد الفعل مستغنى به عنه مصدر قائمة مقام فعله ومستغنى به زنجين بفي مصدره هناكجي عنهوش فعله. وأصله أصل سلامني نسلم عليكم سلاما أصله بشكلها. وأما سلام بالتنوين يعني قالوا سلاما أو سلاما وجاء حضرت إبراهيم قال السلام. وأما سلام فمعدول به إلى الرفع على الابتداء بأبناك مرفوعة ومبتدايا وخبره محذوف يعني عليكم السلام. أنا السلام أوان بالجملة فعلية حضرت إبراهيم عليه السلام بالجملة اسمية سلام إبراهيم عليه السلام أكمل ترج سلام ملائكة. يعني أنا عدول كريه فمعدول به يعني سلامني عدول كريه إلى الرفع شيء بالرفع على الابتداء يعني وجينا وكوان مثلا كوانا قلت سلاما ويجينا قلت سلاما قلت سلاما وخبره خبر سلام جي محذوف معناه عليكم سلام يعني بو خبره عليكم شو يحسبه أبتشما شو يحسبه الدلالة على ثبات سلامه سريع مخزن كريه جبوا كوتش تقديمه يا خبر رسالة مثل يجب تخصيصك إجابات شيء. بلى خاص بلى. وهم جيد الدلالة على ثبات السلام. جبوا قدلا مثلا والسلام ثابت بدلالة سر بيناك بكي مقدم هي. يعني كأنه عفوا للدلالة على ثبات السلامي يعني الجملة اسمية آنية جملة اسمية دلالة ثبوت ودوامك أزواج فهمتكم سلام ولا ويسي؟ ها؟ لا مش خوي. تمام. يعني مثلا عليكم مقدم يصير سلامون يكريه جبوكو مثلا زي بيجم ثبات شيء ببي الجملة اسمية ثبوت ودوام هيا. يعني كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به. يعني كأنه هل وكاسة إبراهيم قصد أن يحييهم وتحيي سلام الوابكي بأحسن دها خشكتر مما حيوه به أو سلام قوالي كريق وسلامنا وحزت إبراهيم سلام جيوان دها خشكتر سلام الوابكي أب أخذا بأدب الله تعالى يعني حزت إبراهيم خب أدب خدي قرتيا بين هو خبوي قرتي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها بلي. وهذا أيضا من إكرامه له أفديسا قدر دانا قيمة دانا حزت إبراهيم جوا ملائكة ريام وقدر دايوا قيمة دايوا ندمكي سلامة وانزيلة سر أملان فتينة هذه دمكي اشترى إكرامك حزت إبراهيم جوان السلام. وقرئ مرفوعين يعني هردو جي مرفوع هاتنا خندن هردو السلام هردو السلام بلين. وقرئ سلاما وقال سلما سلاما جي وحزت إبراهيم جي قلت يا سلمان يعني وقرئ سلاما وسلما مالك
تمام. والسلم السلام. سلم جدي سمانا سلام. وقرئ سلاما قال سلم. وهالو جاتي خندن يا ملائكة قلت سلاما وقال حضرت إبراهيم قلت سلم. أين معنى سلام؟ آتي خندن. من؟ تتجي معنى سلامنا. قوم منكرون يعني أنكرهم للسلام الذي هو علم الإسلام. يعني يقولوا حضرت إبراهيم لا عجيب هات كفشة هات ناسكري هات جوي سلامة بو علامة إسلامي بو نشانة إسلامي بو سلام كرد ياجي قوم منكرون هذا سيد هذا يعني دبكي دويل لريدا يكو بالسلامة إسلامي خلقي سلام بكم تنبونك أبانا ملائكة حضرت إبراهيم فيها وي سلامة إسلامي سلام كريه حضرت إبراهيم لو ما كوانا كاغوتون نقالي بمملكتنا والإنسان غريب يكون ما يعني والله غريب الناس يأتي أو أراد أنهم الملائكة ليسوا نبوا من معارفه ناسكري حضرت إبراهيم يأتي أو من جنس الناس الذي عاهدهم يأتي جنس سواء إنسان قد زمان حضرت إبراهيم دبون نبوي من التي ذهبون نجوى كما لو أبصر العرب من شوى مثلا كما لو أبصر العرب قوما بشوى اختقوا عربا قوما جديدا من الخزري مثلا ولو خزري خزر دي بين نسلك إنسان يا وهم الغز والأتراك إذا غز كي جانب أوغوز قسمك اشتركانا أوغوز والترك تركي نقول تركي يعني أوغوز لا من أوغوز لا دبيطيبية من الخزري عن بعضهم جيد من الناس وهم الغز والأتراك أوغوز وأتراك وقت عربة أو دبيتن مثلا وقت شعب وانكرن أو رأى لهم حالا وشكلا خلاف حال الناس وشكلهم يا ديت جوارا درومكي شكل كي مخالف حال انسان وشكل انسان ابو مثلا تقول بها خذ ياجي او كان هذا سؤالا له ياجي ابج عربرا اب سؤال جوار ابو ابيا حدث ابراهيم بقرشي منين ياجي او كان هذا سؤالا لهم قابناكبو كانه قال هروكي حضرت ابراهيم قلت أنتم قوم منكرون من قومك من الناسكرين فعرفوني من أنتم فبدنا الناسكرين منكينا يعني طلبة ناسكرين الواكرية قلت من قومك من الناسكرين أزوناس ناسكرين فبدنا الناسكرين فونكين فراغ إلى أهله يعني فذهب إليهم شو بالملاخبة بالكفلة خوابة في خفية من ضيوفه يعني خرج ميباني خبا شاد بالزي شما ومن أدب المضيف أدب ميباندارية أن يخفي أمره يعني خديه مع زلفان قل بس الأمر يخواب ونبقى زيبك يعني وقتي تشي خوارني تشيكي تقدري بدي ميباني خواب ميبانا هرب مالا خوش مالا خراب بجي يمك ميبانا حاضر كد يعني بي واناكي ميبان لي بلي وأن يبادره بالقرى وعجلبك مثلا ميبانداري من غير أن يشعر به الضيف بيقو ميبان بي بحسن بيقو ميبان بعل من بزانبن بي واناكي عجلبك هرينان وخوارني جوارشيكي حاضرية وابكي حذرا شمولو بكي جترسى من أن يكفه ويعزيره مثلا ميبان نهيلا منعاوي بكن بيتشي نكا يجب مثلا بمنا مانع جترسى ويناكي حقي مع زلبانا بدزيج ميبانا خبشري وهري قرني دوارا حاصل بكي قال قتادة قلت رازمنا خدا لبي كان عامة مال نبي الله إبراهيم البقر قلت يبفري زخف مال حضرت إبراهيم جلد كان عامة مال إبراهيم البقرة تبيج داخش
يعني أغلب وان بلي إذا فجاء بعجل سمين وجهد رابو شو قولك كي قلو قولك كي ولا بقوش وقلو بو مثلا جوار رابو شيكر وانيد والهمزة في ألا تأكلنا همزات ألا تأكلنا وهمزاوينا للإنكار وما تشبه الناخن يعني السبب يقول الناخن شيا يعني أنكر عليهم ترك الأكل يعني إنكار كد سواء نخوارن وشبه الناخن ياجي أو حسهم عليهم يا تشويق واكد وخوارني بخل إجابة قبل ألفاوية إنكارنين ألا تأكل يعني والناخن يعني بخل يعني بخل بلى فأوجسا يعني فأضمر يعني خاف بالدزي فشا وإنما خافهم فأوجس في نفسه خيفة يعني بلى هذا الزكية خدا ترسكي كذا زكية خدا دنابا خدا ترسيبه بلى فأضمر يعني دنابا خدا بشر وإنما خافهم شما جوان ترسيا ولأنهم لم يتحرموا بطعامه شنكو وان نانوي نخوار جبوكو خوارناوي نخوارن أفتر سهاجر تشيبو ظن كر أنهم يريدون به السؤال يتحرموا في الطعام يعني لم يدخلوا في حرمة الدين بأكل الطعام بلى إذا عاشره ومالحه بلى يعني وقت إنسانك شوبانا مسافرية والماراوي رونشتا نان جوارا تشكرا بحث بروا بخوارا يعني مانا كتنا قوينجي وأمنيتي وإنسانا هوزر الدايدا وقتی کو خوارن چیکرا و خوارنا وی نخوارا اب علامت و نشانه کو بجوی ضرری بدنه دا اذا اب با قد قلب حضرت ابراهيم عليه السلام چیبو جبو به اصول عادتها وهبو وعن ابن عباس عبد الله كن عباس رضي الله عنه وقعت في نفسه شيء كتيا نفس حضرت ابراهيم ده نفسه ده چیبو هي انه ملائكه يعني قو ملائكة هم أرسلوا للعذاب وهاتنا شياندن جبوا عذابي أب تشيبو يعني زانيبو ملائكة لقو أب ملائكة عذابنا وعن عون بن الشداد بيقولتيا مسح جبريل العجل بجناحه جبرائيل عليه السلام بفرخوا دايا ويقول لك فقام وقول لك رابويا يعني يدرج حتى لحق بأمه يقول كي حضرت إبراهيم في جان ديا آنية دايا بروان كبوق النخوارنا حضرت إبراهيم باسي خدسري دايا قلابية بيا شاقولكو أول رابويا ساغويا رابويا بيا وتحت دايا هيدي حتى لحق بأمه حتى تشوية قهان دي بيا وناكي في بن ديا خده ده بتبي أبجي معجزة كأو خدت أنا سيدي يا سيدا أنا دبي أو صامري دبي قبضة من أثر الرسول دبي يعني دمك علامات وجبريل جيك وتظهر أو يا جانلامات به دمك وجبريل تاريخ باسكي هدوي قولك بشرجي كنا خوارن كتيدا سيدا ضرباسكي أو خور أو قولك بصاغبية بيا قولك بعض الشيء كان بقيشت ديال بغلام عليم أي يبلغ ويعلم يعني قرتك كي قوي بالغ ببي وي بعلمي يعني معنى حسن معنى غلامي يعني نكو صبي غلام يعني يعني اي بالغ بي يعني يتبان مزن صبي يتبان مزن وي في الزلام وعليم وي ببي مثلا انسانك زانا بيلقى بابي ما يا وعن الحسن قلت عليم يعني نبي يعني خدي تعالى ويكرك كي جو ببي زلام وببي بيغمبر مسكين يا ويديتا والمبشر به اسحاق ابيكو مسكيني بي هاتي دان اسحاق يعني قوية إسحاق شبه وهو أكثر الأقاويل وأصحها يعني إن بري قوتنا عالمة قرشة وقوتنا ويا صحيح قوتي إسحاق لأن الصفة صفة السارة لا هجرة شنكو أو وصف
وصف ديما سارنا نبوي هاجن شكو يا اختيار ياجري وزارو شيء شيء نبون ديما بني او بس وهي ديما سارة إبراهيم إليك حضرت إبراهيم بو وهو بعلها حضرت إبراهيم الزلام ويبو وعن مجاهد هو إسماعيل مجاهد قلتنا ولا مبشر به قلت إسماعيل عليه السلام قلت يا الله أجل في سرة يعني في صيحة دبي مثلا ديما سارة رابويا ولو قيريني كليا يعني ولا زي بيجي دنگ در خستيا يعني جيشة من سر الجندبي وكو دنگي كليا تدي وقت كلية الرابن ولو دنگ در تخن عين دبي ديما سارة ولو دنگ در خستيا وسر القلم والبابي وكوي دنگي قلمي دنگي خزخيزا قلمي والبابي ودنگي خزيخا دلي كلمة والله نكو دنگ فان دنگ داكستي دادي حد بيدك وقتها تشتي يعني شاور دورة دنگ هذا كتشي وقتها بيدك عجيب من ده شيء حالنا أول سنة وتخدي بيل بكورة تشتاجي كيف يعني دياشي ما عمري ما صار صاري درباس بيد هي صبيا بين من ومحله النصب في سرة محل خدا منصوبة على الحال يعني حال كونه يقولوا يعني فجاءت صارة ومثلا هات وقلوا مثلا قيرينيك قال الحسن حسن بصري قلت خدا جرازي قلت أقبلت إلى بيتها قلت بري خدا بال مالا ويبا مالا يعني مالا خبا وكانت في زوايا تنظر إليه أجد كوشك إلى بودجية كده ويجي الوان دميزة واشتغالي وان وخبرداني قد شما لأنها شنكو بيت ديما سارة وجدت حرارة الدم يعني شما حضرت سارة إذا كحلت إبراهيم رابو تشيخ والسريق بالمكوريات هي صبيا بينك شما وصلت لأنها شنكو أفسارة وجدت حرارة الدم يعني ويك قرنبونا خوينا حيزات نيت إذا فلتمت وجهها من الحياة دستي خسر جابي خوي مالا مني أزهدتك يعني تشتيكو عمري من أفقى الزمان درباس بيا من صبيا نانية هي كلمة بالميجا وزي صبيا بين مش بيا عجيب من دستي والتلفات مالي وقيل قيلك قلتنا ولا فأخذت سرة قلت مثلا زي بيجي مولوك قيريني يعني مولوك دنقكي زي بيجي قيرين كريا كما تقول أخبل يشتمني بيتشاو مثلا تي قلتن بفلان كس بري خدا من جير مكرر وقيل سرتها قولها أوه أو قيريني أو قلتنا أوه بلي أوه أبياجي شيء ولا بلي وقيل يا ويلتا ويل من وشاوة بشحاد وهذا سري من وعن عكرمة رنتها عكرمة قوتنا ولا أو مناوران دناوي أو قوتنا ويناكي أو قيرينياوي دنجيوي رنت يعني وصل زنج وصل دنجك يا ومرد نابا خد ولد بيجيش أم بيجين مناوران نوراندن والله كرمانجي تشكي خوش دبيجين أنت تمام أو أم بيجين مناوران نوراندن يا مناورات كي بس أنا كتير دورين بني كرم فسكت يعني فلتمت ببسط يديها بفراهية دستي خوا بكفى دستي خوا رابول الروية خوا خز وقيل خيلك جوتنا ولا فضربت بأطراف أصابعها جبهتها بكيلك تلية خول السر خز فعل المتعجب وقو كرنا واجي يقول يقول تشتكي عجيب مني وأفشاوا جيبو ولا عجيب مني ويجيبو شكلي دستي خوا كيلك تلية خوا للسر خزتنا عجوز يعني أنا عجوز فكيف ألد؟ أسبيرك كاختيار أزيد شوا زارو تبي بلي صبي مرة شيء بن كذلك مثل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به عيني وكو بيتشتغو ماكود ومشترى أخبارا وكيل يا إبراهيم قال ربك يعني ربي تقوت يا
يا إنما نخبرك عن الله أمش طرف خدي بشترت بيجن أمر خديت جهنتا والله قادر على ما تستبعدين وخدي قادرة لسربي تشتي قلت تدور دبيني قلت بأز اختياره خطاب من حضرت إبراهيم رانين خطاب بيرك أو ورايا اجدياما سارارا تمام والروية أن جبريل قال لها وهاتي رواية بجبرائيل حضرتي سارارا قلت يعني انظري قلت ميزينة أفقت إلى سقف بيتك لبني خاني خميزينة فنظرت يعني بيني طواني بي طواني بي قل بني خيني ميزل طواني إذا فنظرت ميزة فإذا جذوعه مورقة مثمرة وداري بني خيني داري طواني وبحل قرتنا وفي كيب وابتشي بويا ماني سيدة بس خوزين بس أصابكم الله خير